هو يقول ككل شيء إنساني، لكن هو معني كمؤرخ الأفكار بالشيء الإنساني. ككل شيء إنساني الأفكار تولد وتنضج وتكبر ثم قد تموت. إذن هي كائنات حية، ولأنها كائنات حية تتطلب بيئة. شوف الفكر المنظم، فهم البسيط لكن العميق. ولأنها كائنات حية فهي تقتضي أو تتطلب بيئة تعيش فيها وتوالفها. إذا الأفكار لها بيئة يا إخواني، الأفكار والمفاهيم والطروحات والآليات التحليلية لها بيئة تعيش فيها. ما تجيب لي أفكار من القرن الخامس الهجري وتعيشها في القرن الحادي والعشرين الميلادي أو الخامس عشر الهجري، ما بتعيش، ستموت. هذه ليست بيئتها، ليس بيئة لها، ليست بيئة لها، هذه بيئة لأفكار أخرى. انتبهوا، نحن لم ننتجها، مشكلتنا نحن. وفي هذا الإطار أيها الإخوة أيضا نحب أن نقول التبسيط المخل الذي نمارسه. قرأت مرة تحذيرا لعالم ومفكر إسلامي مصري كبير حقيقة، كان رجلا ناضجا متفتحا إلى أبعد حد، وهو المرحوم طيب الذكر محمد فتحي عثمان رحمة الله عليه رحمة واسعة. محمد فتحي عثمان يقول: إن أخشى ما أخشاه، وقد تحقق تقريبا، إن أخشى ما أخشى أن نكسب معركة الدعاية والجدال النظري المنطقي بخصوص ماذا؟ صلوحية الإسلام. الإسلام صالح لكل زمان ومكان، الإسلام أحسن نظرية، الإسلام أحسن طرح، الإسلام هو الحل، الإسلام. نكسب هذا اتكاء على الدين طبعا، قال الله وقال رسول الله ألا يعلم من خلق وهو الطريق، الكلام هذا العام تبع المشايخ والأصوليين. قال: حتى إذا أتت مرحلة التطبيق والتقنين، إذا بالأيدي خواء وإذا بالقلوب والأفكار هواء فنفشل. والله العظيم هذه كتبها من زواء 20 سنة. قال: أخشى ما أخشى أن ينطبق هذا علينا. لماذا؟ قالها مفكر كبير مثل محمد فتحي عثمان. تعرفوا لماذا؟ لأنه بالحري والقطع آنس من كثير من الإسلاميين المنطق مش الفكري، التنظير، الفلسفة العميقة، المنطق الخطابي العاطفي الذي يتكئ على إشعال عواطف الناس باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الله والرسول والحرب على الإسلام والحرب على الأمة والغرب والشرق والصليبية والصهيونية. آثر هذا ورأى أننا قد أمعنا بعيدا في هذا المشوار، وخشي، ونسأل الله أن يكون ما خشيه ألا يتحقق بتمامه. لكن الآن نحن نشهد أنه في شيء من هذا الشيء، في شيء من هذا الشيء. لذلك هذه التبسيطية مخلة، لا تليق بنا يا إخواني، لا تليق بنا. النظرية تفشل إما لاختزاليتها وإما لعموميتها. إيه معنى الكلام هذا؟ اختزاليتها لأنه دائما الواقع يا إخواني، الواقع الذي نعيشه أكثر تركبا وتعقيدا من النظرية. في ناس فكروا لا الفكر لا، الفكر دائما يبقى أبسط من الواقع. ليه؟ لأن الواقع جملة عوامل، فاكتورز، وعلل. في علل وفي عوامل، بيختلفوا في التحليل حتى الإنساني، في علل وفي عوامل كثيرة جدا متشابكة وفق آلية الاعتماد المتبادل، جدلية. فيأتي مفكر مهما كان كبيرا يقتصر على بضعة عوامل، بعضهم حتى على عامل واحد. تخيل، نحن تربينا يا إخواني في مناخ إسلامي أفهمنا أنه ممكن لو أحسنت صلاتك أنت يحسن كل شيء في الكون. إيش السذاجة هذه؟ قال لك وقصة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وبعدين لما شافت جنازته قالت رحمة الله عليه لقد كان يحسن يتوضأ. قالوا أنت مالك، هذا إمام كبير، هذا عنده مذهب فقهي كذا. بعدين قال لك إذا بيحسن يتوضأ معناها بيحسن يصلي، إذا يحسن يصلي معناها يحسن كل شيء. إيش هذا يا أخي؟ إيش المنطق الطفولي هذا الصبياني؟ ولليوم نحن أيها الإخوة نتقوت ونتغدى على مثل هذه الخرافات الفكرية في التلفزيون، في الفضائيات. غفلة صبيانية مضحكة. الواقع معقد جدا. لا يكفي أن تختزل الواقع في عامل واحد، في جهة، في شرط واحد، ثم تقول لي هذه نظرية تفسر. لن تفسر شيئا، ستفشل مباشرة. أو تأتي تعمم كأنك ماذا؟ مش تختزل، كأنك تتعالى على جملة الشروط والعوامل كلها، فلا تتناولها بالدرس والتمحيص والفحص، وإنما تحدث حديثا عاما. هذا الحديث العام كما لاحظ جون ديوي في كتابه الثقافة والحرية نفس الشيء، لا يقدر أن يفسر أي شيء. وواضح أنه في علاقة بالاختزالية وبين التعميمية أيضا. هذه التعميمية اختزالية مقنعة أيها الإخوة. لا، علينا نكون جادين. أخيرا في هذا الإطار أرجو